السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالي في كل مكان من اسكندرية لأسوان، معكم مستر محمد سامي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، قولوا أمين. أهلا بكم أبطال أولى إعدادي حبايب قلبي. إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول من كتاب الأضواء. يلا بقى جهز كده كتابك وقلمك، كوباية شاي بتاعتك، النسكافيه. يلا أبطال جاهزين نبدأ المهمة؟ يلا بينا. رايحين يا أبطال على حل أسئلة الجزء الأول من كتاب الأضواء. يلا بينا. السؤال الأول بيقول لك أكمل العبارات الآتية. تطل قارة أفريقيا على بحرين، هما إيه يا أبطال؟ البحر المتوسط والبحر الأحمر. البحر المتوسط يا أبطال من جهة الشمال يا مستر، برافو. والبحر الأحمر من جهة الشرق، كده ماشي. 2. يفصل المحيط الأطلنطي قارة أفريقيا عن قارتين مين ومين يا ابطال؟ المحيط الاطلنطي يا مستر، بيفصلها عن امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. 100 امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، برافو. تمام كده. طيب دي رقم 2. رقم 3 بيمر بافريقيا 3 دوائر عرض رئيسيه، مين هم يا ابطال؟ 1 عندنا دائره الاستواء، ودي في الوسط تقريبا يا ابطال. مدار السرطان، مدار ايه يا ابطال؟ مدار السرطان، وده في الشمال يا ابطال. وعندنا مدار الجدي، وده في الجنوب يا ابطال. يبقى 3 دوائر عرض رئيسيه، دائره الاستواء ودي في الوسط تقريبا، مدار السرطان ده في الشمال، ودائره الاستواء في الجنوب. 4 تشرف افريقيا على ممرات مائيه مهمه مثل مضيق جبل طارق، ومضيق باب المندب، برافو. وقناة السويس، برافو. وده اللي خلى أفريقيا عندها أهمية استراتيجية. 5 نشأت على أرض أفريقيا أقدم الحضارات في العالم، زي حضارة إيه في السودان يا أبطال؟ حضارة كوش يا مستر، برافو. حضارة إيه؟ كوش، كده. السؤال الثاني، ما المقصود بالحضارة؟ يعني إيه الحضارة يا أبطال؟ الحضارة مجموع الإنتاج الثقافي مثل العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم. قلت لكم قبل كده دي كلها أمثلة، يكفيني مثال أو مثالين. طيب والإنتاج المادي مثل القلاع والمباني والقصور، برافو يا ابطال. ده تعريف الحضاره التعريف الكامل، وده بيميز مجتمع عن غيره. ده تعريف الحضاره. ممكن قلت لكم ممكن نقولها باختصار شويه، مجموع الانتاج المادي والثقافي. مجموع الانتاج المادي والثقافي. كده خلصنا السؤال الثاني. نروح على السؤال الثالث. يلا بينا. السؤال الثالث يا ابطال، اكتب كلمه صواب امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره الغير صحيحه. تطل قارة أفريقيا من الشمال على البحر الأسود. عندناش في المنهج أسود يا مستر، يبقى إيه؟ البحر المتوسط. يبقى العبارة الأولى غلط يا مستر، أهو أكتب غلط أهو، كلمة غلط. ممكن أصوب، أشيل ديت وأكتب المتوسط، هو ما قالناش بس إحنا نحب نصوب، إحنا أبطال. 2 يفصل أفريقيا عن آسيا البحر الأحمر، بيفصل. واحد يقول لي طب المحيط الاطلنطي الهندي يا مستر، المحيط الهندي انت بتقول بيفصل برضه، بس ما قالش فقط، يبقى يفصل. تمام صح. يمر مدار الجدي في شمال قارة افريقيا، غلط يا مستر. امال ايه؟ مدار السرطان يا مستر، مدار السرطان. طب ممكن اشيل الشمال واحط الجنوب احسن؟ ممكن، براحتنا بقى. 4 تقترب افريقيا من اوروبا عند مضيق باب المندب، طبعا غلط يا مستر. امال ايه؟ مضيق جبل طارق. هصوب الكلمه دي احسن. يبقى مضيق جبل طارق. واحد بيقول لي ممكن اشيل اوروبا واكتب اسيا، برضو صح. صوب دي او صوب دي براحتك. 5 يعد الحفاظ على امن سيناء ضروره للحفاظ على الامن القومي المصري، صح. السؤال الرابع، اختر الاجابه الصحيحه مما بين الاقواس. تمثل قارة أفريقيا نحو إيه من مساحة قارات العالم؟ طبعا يا أبطال خمس. خمس. تجاور قارة أفريقيا من جهة نقط أكبر قارات العالم مساحة
من جهة الشرق. ايوه اللي هي قارة ايه؟ اسيا. برافو. يحد افريقيا من جهة الغرب المحيط نقط. افريقيا بيحدها من جهة الغرب اليمادي المحيط الاطلنطي يا مستر. برافو. 4. تقع افريقيا الى الجنوب من ايه؟ يعني هي جنوب ايه؟ جنوب البحر المتوسط. اهو جنوب البحر المتوسط يا مستر. فهمنا تاني، البحر المتوسط افريقيا جنوب يا ابطال. فهمتوها؟ ها؟ اما بين افريقيا بالنسبه لها البحر المتوسط شمالها، اما البحر المتوسط بالنسبه لافريقيا جنوبها. برافو. خش على السؤال الخامس، يلا بينا. 5. يقترب اليابس الافريقي من اليابس الاسيوي عند مضيق نقط يا ابطال. طبعا مضيق باب المندب. برافو. ظهرت حضاره نقط في اريتريا واثيوبيا. حاليا حضاره اكسوم يا مستر. ايوه كده، حضاره ايه؟ اكسوم يا مستر. نشأت حضاره قرطاج فين يا ابطال؟ في تونس. كانت قرطاج فين يا ابطال؟ في تونس. بعد كده صوب ما تحتها خط. اكبر قارات العالم من حيث المساحه. قاره ايه يا ابطال؟ مش طبعا اوروبا، غلط، قاره اسيا. برافو. 2. تقع قاره افريقيا الى الغرب من المحيط الاطلنطي. لا، الى الشرق من المحيط الاطلنطي. يعني افريقيا شرق المحيط الاطلنطي زي ما قلت لكم بتاعت البحر المتوسط كده، شرق المحيط الاطلنطي. من امثله الانتاج الثقافي لقيام الحضارات. الثقافي عندنا العادات، عندنا التقاليد، العلوم، الفنون. عاوز كلمه واحده منهم. قامت على ارض افريقيا الحضاره نقط في مصر. طبعا مش الكوشيه، مش كوش، الحضاره المصريه القديمه. الحضاره الايه؟ المصريه ايه؟ القديمه يا ابطال. مكملين مع بعض، يلا بينا. السؤال السادس يا ابطال، اكتب ما تشير اليه العبارات الاتيه. بحر يفصل افريقيا عن اوروبا. طبعا البحر المتوسط يا مستر. برافو، البحر المتوسط. تمام. كانت ذات اهميه حضاريه حيث انتقلت عن طريقها بعض الحضارات من اسيا الى افريقيا. طبعا شبه جزيره سيناء. برافو، شبه جزيره سيناء يا مستر. برافو. طيب يلا بقى نخش على سؤال الخريطه. تعال نجيبها من اولها كده لاخرها عشان نفهمها كويس. يلا بينا. السؤال السابع يا ابطال، امام خريطه صماء لافريقيا اكتب ما تشير اليه الارقام. خط الطول، عاوز خط الطول اللي بيمر في افريقيا في نصها الغربي. طبعا ده خط جرينتش. خط ايه يا ابطال؟ خط جرينتش. ايوه كده. 2. مدار، عاوز رقم 2، ده المدار اللي في الشمال، مدار السرطان يا مستر. 100 100. ايوه كده. 3. مدار، عاوز المدار اللي في الجنوب يا ابطال، مدار الجدي يا مستر. طيب قناة رقم 4، فين القناة؟ عاوز القناة دي. طبعا مفيش غير قناة السويس اللي عندنا. ايوه كده، قناة السويس. 5، فين 5 يا ابطال؟ اهو عاوز البحر، ده البحر الاحمر. ايوه. 6، عاوز القارة اللي بعد البحر الاحمر دي قارة اسيا، عشان البحر الاحمر بيفصل بين اسيا وافريقيا يا مستر، يبقى فعلا قارة اسيا. 7، الجزيرة دي جزيرة يا ابطال اسمها مدغشقر. ايه يا ابطال؟ اسمها جزيرة مدغشقر. جزيرة مدغشقر. ايوه كده. 8، خليج، عاوز الخليج اللي هنا ده يا ابطال، ده خليج اسمه غينيا. خليج غينيا، وهتاخدوه بالتفصيل في الدرس التاني يا ابطال بتاع مسار سطحي قارة افريقيا هو والجزيرة. 9، عاوز الحضارة في 9، دي الحضارة اللي في تونس اسمها حضارة ايه؟ قرطاج يا مستر. برافو عليكم يا ابطال، 100 100 وحوش. خش على السؤال الثامن، يلا بينا. السؤال الثامن يا ابطال برضو خريطة. لاحظ الخريطة التالية واختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم 1 يشير إلى دائرة إيه؟ رقم 1 ديت اللي في النص، طبعا دائرة الاستواء يا مستر. برافو. إجمالي دوائر العرض بقارة أفريقيا كام يا أبطال؟ 72 دائرة. أيوه، عشان 37.5 شمالا و34.5 جنوبا، تقريبا 72. برافو. يمر خط جرينتش في النصف نقط من قارة أفريقيا، في النصف طبعا الغربي يا مستر. أيوه ده الغرب على إيدنا الشمال. 4، تشرق الشمس أولا على الموقع ألف ولا ب ولا ج؟ طبعا في كل ده ج، لأن الشمس بتشرق من الشرق إيدنا اليمين.
تمام كده خلصنا الخريطة. السؤال التاني، خش على السؤال رقم 9. يلا بينا. السؤال التاسع يا أبطال، بما تفسر تنوع المناخ بقارة أفريقيا؟ ليه؟ بسبب موقعها الفلكي يا مستر. برافو، يبقى بسبب موقعها الفلكي. برافو، وده اللي أدى لتنوع مناخها. كده. الأهمية الحضارية لشبه جزيرة سيناء؟ ليه؟ بسبب انتقال بعض الثقافات والحضارات عن طريقها. منين يا أبطال؟ من آسيا إلى أفريقيا، مثل الحضارة الإسلامية. برافو. طب نخش على السؤال الثالث، الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا؟ الإجابة لأنها بتشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مهمة. زي ايه يا ابطال؟ زي مضيق جبل طارق، ومضيق باب المندب. برافو. وقناة السويس. برافو عليك يا ابطال. يلا بينا نكمل مع بعض اسئلة كتاب الاضواء الجميلة ديت. يلا بينا. السؤال العاشر يا ابطال، ما النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة افريقيا اقتصاديا؟ ايه اللي ترتب على ذلك؟ جعلها تتحكم في اهم طرق الملاحة العالمية. جعلها تتحكم في اهم طرق الملاحة العالمية. ده الموقع الجغرافي لافريقيا. طب ايه اللي ترتب على تنوع المناخ يا ابطال؟ ترتب على ذلك تنوع النباتات الطبيعية، وبالتالي تنوع الحيوانات وتنوع المحاصيل الزراعية. تمام يا أبطال. طيب 3، اتصال قارة أفريقيا مع قارة آسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء حضاريا. ايه اللي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك انتقال بعض الحضارات، لسه كاتبينها فوق، والثقافات عن طريقها، عن طريق شبه جزيرة سيناء، من آسيا إلى أفريقيا، مثل الحضارة الإسلامية. برافو. طيب يلا بينا نخش على السؤال رقم 11، دلل على صحة العبارة. يلا بينا. السؤال ال11 يا أبطال، دلل. تتصل قارة أفريقيا بقارة آسيا جغرافيا. الدليل؟ حيث تتصل بها عن طريق شبه جزيرة سيناء. هي بتتصل عن طريق ايه يا ابطال؟ شبه جزيرة سيناء. 2، تمتد افريقيا في نصفي الكرة الارضية الشمالي والجنوبي. سهلة، حيث يقع ثلثي مساحة افريقيا في النصف الكرة الشمالي، وثلث مساحتها الباقية طبعا في النصف الكرة الجنوبي. تمام يا أبطال. 3، تشرف أفريقيا على ممرات مائية مهمة، حيث بتشرف على مضيق، هنقولهم بقى ال3، جبل طارق، ومضيق باب المندب، وقناة السويس. برافو. 4، لقارة أفريقيا أهمية حضارية. ليه يا أبطال لها أهمية حضارية؟ الدليل؟ حيث قامت على أرضها أقدم الحضارات في العالم. ندي أمثلة، مثل هنقول بتاعتنا الحضارة المصرية القديمة، ودي في مصر، وحضارة كوش دي في السودان، وحضارة أكسوم دي في أثيوبيا وإريتريا، وحضارة قرطاج دي في تونس. طيب لشبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية، دلل على ذلك حيث تعرضت مصر
من خلالها العديد من الحملات العسكرية. لذلك لازم المحافظة على أمن شبه جزيرة سيناء. هي دي الإجابة يا أبطال. يلا بينا نخش على السؤال ال 12. يلا بينا. السؤال الثاني عشر، ما العلاقة يا أبطال الأمن القومي لشبه جزيرة سيناء وأمن القارة الأفريقية؟ هنقول حيث أن المحافظة على أمن شبه جزيرة سيناء ماله بقى ضرورة للمحافظة على الأمن المصري بالمرة والأفريقي. المصري يا أبطال والأفريقي. يبقى المحافظة على أمن شبه جزيرة سيناء ضرورة للمحافظة على الأمن المصري والأفريقي. 2. الحضارة الإسلامية في أفريقيا وشبه جزيرة سيناء، حيث انتقلت الحضارة الإسلامية من خلال شبه جزيرة سيناء. الكلام ده منين لمنين؟ من آسيا إلى أفريقيا. تمام كده خلصنا أسئلة الجزء الأول. ما تنساش تعمل ليا اللايك والاشتراك. أسئلة الجزء الثاني يا أبطال يلا بينا. السؤال الأول، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. كان لمصر دور في اكتشاف أفريقيا قارة منذ القدم؟ طبعا صح يا مستر، برافو. قام الخديوي إسماعيل برسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان؟ لا، ده محمد علي. يبقى دي غلط يا مستر. ممكن نصوب بقى ونكتب مكانه مين؟ محمد علي، برافو. 3. تعرضت مصر وافريقيا للاستعمار من دول قارة اوروبا؟ ايوه، احتلونا واحتلوا افريقيا، كل دول افريقيا. 4. تعمل مصر على تدعيم علاقتها مع دول وشعوب القارة الافريقية؟ ايوه يا مستر. 5. تعد اكبر الدول الافريقية مساحة من الدول الحبيسة؟ غلط يا مستر، من الدول الساحلية اللي هي الجزائر، مش من الدول الحبيسة. يبقى من الدول ايه يا ابطال؟ الساحليه اللي بتطل على سواحل البحار والمحيطات المسطحات المائيه. يلا بينا نكمل مع بعض اسئله الجزء الثاني. يلا بينا. السؤال الثاني يا ابطال، ما المقصود بالدول الحبيسه؟ هي دول، ايوه هي دول لا تطل على المسطحات المائيه زي البحار او المحيطات. يبقى هي دول لا تطل على المسطحات المائيه، دول ما بتطلش على المسطحات المائيه خالص. عندك امثله دي، ممكن اديك كام مثال كده. دوله زي مالي، دوله زي النيجر، دوله زي تشاد، دوله زي اثيوبيا، كلها دول حبيسه، كلها دول ايه ابطال؟ حبيسه. خش على السؤال الثالث، اكمل العبارات الاتيه. استمرت رحله الدوران حول افريقيا في عهد الملك نخاوي الثاني حوالي كام سنه يا ابطال؟ 3 سنوات يا مستر، برافو، 3 سنوات. 2. امتد تأثير الحضاري المصري في أفريقيا إلى منابع النيل الاستوائية. إلى منابع إيه يا مستر؟ النيل الاستوائية. 3. امتدت الممالك الإسلامية في أفريقيا حتى هضبت إيه؟ هضبت البحيرات الاستوائية. أيوة اللي هتاخدوها في الدرس الثاني، هضبت البحيرات الاستوائية، برافو. الدولتان العربيتان المطلان على المحيط الأطلنطي مين هم؟ عندك 2، عندك المغرب وموريتانيا. ايوه المغرب يا مستر، ايوه، ودولة اسمها ايه؟ موريتانيا، بيطل على المحيط الأطلنطي. تمام يا أبطال. يلا بينا نخش على السؤال الرابع. السؤال الرابع يا أبطال، اختر الإجابة الصحيحة. بدأت رحلة الدوران حول أفريقيا في عهد الملك نخاوي الثاني ابتداء من، بدأ من ايه يا ابطال؟ بدأ من البحر الأحمر يا مستر. الشاطر اللي هوديه القناطر. طب عاد عبر ايه؟ قول لي كده، قول لي. عاد عبر مضيق جبل طارق يا مستر. لا، 100. 2. أرسل الملك نخاوي بعثة للدوران حول قارة ايه يا ابطال؟ اوعى تقول لي مش عارف، هزعل منك. حول قارة أفريقيا، برافو. خش على السؤال رقم 3. استطاع ابن بطوطة اختراق الصحراء الكبرى حتى وصل إلى دولة ايه يا أبطال؟ مالي. طب وأنا مالي؟
طب وانا مالي يا لمبي، انا مالي. 4 انتهت بعثته باكتشاف النيل الابيض. مين يا ابطال؟ محمد علي. برافو. 5 اكبر دولة افريقية من حيث المساحة. اكبر دولة مين بقى يا ابطال؟ دولة كبيرة قوي دي الجزائر. برافو، هي اكبر دولة من حيث المساحة. طيب كده خلصنا السؤال. اختر. خش على السؤال الخامس. السؤال الخامس يا ابطال، صوب ما تحته خط. امتد تأثير الحضاري المصري الى ايه؟ افريقيا. طبعا امتد الى شرق افريقيا. برافو، الى شرق افريقيا، وبرضو غرب افريقيا برضو يا مصر. برافو برضو. 2 وصل حكم نقط الى جنوب دائرة الاستواء. حكم مين يا ابطال؟ طبعا الخديوي اسماعيل يا مستر، مش محمد علي. برافو. رقم 3 تعددت الممالك الاسلامية. تعددت يعني كانت كتير على السواحل الايه؟ على السواحل الشرقية يا مستر. يمتهم هم قلنا من يمة اسيا في السواحل الشرقية. 4 استفاد البرتغاليون من كتابات مين في محاولتهم؟ مين؟ العرب. حد يقول لي مين زي مين؟ ها، مين اللي كان عامل يكتب كده من اوائل الرحالة العرب اللي زاروا افريقيا؟ قول لي كده مين، قول لي. ها، المسعودي يا مستر. برافو. فهنا نكتب العرب زي المسعودي. تقع مصر في الركن الشمالي الغربي لقارة افريقيا. بذمتك تقع في الركن الشمالي الغربي؟ لا طبعا، في الركن الشمالي الشرقي يا مستر. برافو. خش على السؤال السادس. لمن تنسب الاعمال؟ رحالة مصري قام ب4 رحلات نحو الجنوب في عصر الدولة القديمة المصرية. الجو حر قوي 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 قوي. ها، الرحالة اسمه حار خوف. اسمه ايه يا ابطال؟ الرحالة حار خوف. برافو. من اوائل الرحالة العرب اللي زاروا افريقيا وكتبوا عنها. المسعودي يا مستر. اسمه ايه؟ المسعودي. برافو. خش على السؤال السابع. السؤال السابع يا ابطال، اكتب ما تشير الى العبارات كان لهم دور في اكتشاف منابع النيل في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19. الاوروبيين يا مستر. برافو، كانت حلوة دي. كنت هحسب اللي انتوا مش هتعرفوا تقولوها بس طلعتوا ابطال. 2 دول قامت بتقسيم قارة افريقيا لدول مختلفة المساحة. الدول الاوروبية الاستعمارية. هنكتب ايه؟ هنكتب الدول الاوروبية. اكتبوها كده يا ابطال. الاستعمارية. واحد يقول لي ممكن اكتب الدول الاستعمارية؟ ممكن برضو. الدول اللي بتطل على مسطحات مائية اسمها دول ايه يا ابطال؟ ساحلية يا مستر. دول ساحلية. 4 دولة افريقية تم انتخابها لرئاسة الاتحاد الافريقي. عيب عليك لو ما عرفتش الاجابة دي، وربنا عيب عليك. طبعا مصر يا مستر. هي دي عاوزة كلام. سنة 2019. برافو. خش على السؤال الثامن. يلا بينا. السؤال الثامن. امام خريطة الافريقيا السياسية ادرسها ثم اجب عن الاسئلة. يعني لازم نبص على الخريطة عشان نعرف نجاوب على الاسئلة دي. يلا بينا. اكبر دولة من حيث المساحة. مش محتاجة ابص يا مستر. الجزائر. برافو، فعلا مش محتاجة انت تبص خالص. 2 تقع مصر في الركن نقط. بص يا ابني، مش هبص برضو. مصر تقع في الركن الشمالي الشرقي، واخدينها وعارفينها. الشمالي الشرقي. ايوه كده يا ابطال، الشمالي الشرقي من القارة. بينما المغرب في الركن ايه يا ابطال؟ انا محتاج ابص. انا ممكن ما ابصش. الشمال الغربي. ازاي يا مستر؟ اهو المغرب اهي، ده الشمال وده الغرب. المغرب اهي، ده الشمال وده الغرب، يبقى في الشمال الغربي. برافو، الشمالي الغرب. ايوه كده، انا عاوزكم تبقوا فاهمين. بعد كده من الدول اللي بتطل على البحر المتوسط. دولة ايه ودولة ايه؟ انا هكتب مصر. مصر بتطل، وجنبنا ليبيا بالمرة. اي دولتين بتطل على البحر المتوسط يا مستر. 4 من الدول العربية الافريقية. اي دول عربية؟ عارفين 10. احنا عارفين 10 دول. انا هقول مصر، السودان، الجزائر. براحتي بقى اقول اي حاجة من 10. عايز تقول حاجة غيرهم قول براحتك. انا اقول لك 10 واريحك. مصر، السودان، ليبيا،
تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، الصومال، جزر القمر. اي خدمه. يلا بينا. 5 من الدول اللي بتطل على البحر الاحمر. ادي البحر الاحمر يا ابطال. مصر والسودان يا مستر، وعاوز 3، واريتريا، وعندك ايه كمان يا مستر؟ وهم ال3 دول بيطلوا على البحر الاحمر. يبقى مصر ايوه، والسودان، ودولة اريتريا ايوه اللي قامت فيها ايه؟ حضارة اكسومية واثيوبيا يا مستر. ماشي. من الدول اللي بتطل على المحيط الاطلنطي عندنا المغرب بتاعتنا العربية، وعندنا موريتانيا العربية برضو. طيب في تاني يا مستر؟ في بقى بس مش عربية، نظبط بس موريتانيا. في السنغال، في انجولا، في دول كتير عندك اهو بتطل على المحيط الاطلنطي. نختار السنغال اللي تحت موريتانيا دي. السنغال يا مستر، يعني بختار براحتي؟ ايوه براحتك، حد يقدر يكلمك؟ من الدول الحبيسه عندك دول حبيسه كتير قوي. عندك مالي اللي وصل لها ابن بطوطه، وعندك برضو دوله اسمها النيجر حبيسه، وعندك اثيوبيا حبيسه برضو. عندك الدول اللي في النص دي كلها وجنوب السودان دي حبيسه. دول كتير. يفصل نقط افريقيا عن اوروبا. مضيق ايه يا مستر؟ مضيق جبل طارق. ايوه مضيق جبل طارق، برافو. 9 يفصل البحر نقط افريقيا عن اسيا وانا مغمض عينيا. البحر الاحمر، برافو. البحر الاحمر يا مستر. خش على السؤال التاسع. يلا بينا يا ابطال. السؤال التاسع يا ابطال. صغرنا الكلام شويه عشان الخريطتين دولت يبانوا عندي عشان نفهم حاجه. استعن بالخريطتين الف وب. ايوه. ثم اجب. تمثل الخريطه نقط البعثه التي ارسلها الملك نخاوي الثاني. هي البعثه دي بدات من البحر الاحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق. يبقى الف ولا ب يا ابطال؟ لا الف يا مستر. يبقى نكتب هنا الف يا مستر. 2 تمثل الخريطه نقط طريق راس رجاء صالح. هو ده اللفه دي. يبقى ب طبعا مفيش غير هي. اي من المضايق التاليه اشترك فيه خط سير الرحلتين في الخريطتين الف وب. ايه بقى المضيق اللي هم مشوا فيه الاثنين في الرحلتين؟ مضيق ايه يا ابطال؟ مضيق موزمبيق. مضيق ايه يا ابطال؟ مضيق موزمبيق هو المضيق ده. كلهم مشوا منه. تمام يا ابطال. حلو السؤال ده. 4 ربط طريق راس رجاء صالح بين ايه؟ بين كام قاره؟ طريق راس رجاء صالح ربط بين 3 قارات، اوروبا وافريقيا واسيا. يبقى 3 قارات يا مستر، برافو. يمثل الرقم 1 دولة ايه؟ في الرقم 1 يا مستر اهو. دي الدولة اللي كان بيعاوزين يصل اليها البرتغاليين عن طريق الدوران حول افريقيا. دي دولة الهند يا مستر، برافو يا ابطال. 6 استغرقت الرحلة اللي بتمثل الخريطة الف كام سنة؟ 3 سنوات يا مستر. 3 سنوات. 7 اختلف خط سير الرحلة الاستكشافية ألف عن الرحلة الاستكشافية ب بمرورها بمسطحين المائيين. يعني مرت مسطحين التانية ما مرتش فيهم. طبعا يا أبطال البحر الأحمر والبحر المتوسط. الرحلة الاستكشافية بتاعت نخاو مرت بالبحر الأحمر والبحر المتوسط. بتاعت البرتغاليين ما مرتش بيهم. برافو. كده خلصنا سؤال الخريطة. خش على السؤال العاشر. يلا بينا. السؤال العاشر يا أبطال. بما تفسر للرحالة السؤال العاشر يا أبطال. بما تفسر للرحالة حرخوف دور بارز في حركة الكشوف الجغرافية في أفريقيا؟ الإجابة لأنه قام ب4 رحلات نحو الجنوب، وهو من أوائل المصريين الذين اكتشفوا أجزاء من إيه يا أبطال؟ من إفريقيا. تمام يا أبطال. خش على السؤال الثاني. تأسيس البرتغاليين الموانئ والمراكز التجارية. ليه يا أبطال عملوا ديت؟ الإجابة 3 كلمات: لتأمين الملاحة والتجارة. لتأمين إيه يا مستر؟ الملاحة والتجارة. 3 تصارع الدول الاستعمارية على قارة أفريقيا. ليه يا أبطال كانوا بيتصارعوا؟ لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. ايوه بس كده. لنهب خيراتها كانوا عاوزين يسرقوها، واستغلال ثرواتها. بعد كده 4 تعاني دول افريقيا من الفقر
رغم امتلاكها للموارد الطبيعية؟ الإجابة بسبب قيام الدول الأوروبية الاستعمارية بتقسيم أفريقيا لعدد كبير من الدول لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها. عشان كده افريقيا كانت بتعاني من الايه؟ من الفقر رغم ما تمتلك من ثروات طبيعيه. خش على السؤال اللي بعده، يلا بينا. السؤال ال11 يا ابطال، ما النتائج المترتبه على استكمال الخديوي اسماعيل لاكتشاف منابع النيل؟ ترتب على ذلك ايه يا ابطال؟ وصل حكمه الى جنوب دائره الاستواء. وصل حكمه الى جنوب دائره الاستواء. تمام يا ابطال. 2. محاولات البرتغاليين لاكتشاف افريقيا، ايه اللي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك استطاعوا الوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. ممكن تقول حاجه كمان لو عاوز. واسسوا الموانئ والمراكز التجاريه على طول طريق رأس الرجاء الصالح. دي ممكن تقولها برضو. لتأمين الملاحة والتجارة. انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي. السؤال ده سؤال كاسح فاسح ماسح مهم قوي. ترتب على ذلك حاجتين. 1. تعميق دور مصر الريادي في افريقيا. تعميق دور مصر الريادي في افريقيا. 2. تدعيم علاقتها مع دول وشعوب القارة الأفريقية. دي الإجابة يا أبطال. تعميق دور مصر الريادي في أفريقيا. مصر بقى لها دور كبير في أفريقيا وبقت لها علاقات قوية مع دول أفريقيا. طيب خش على السؤال الثاني عشر. 12. دلل، يلا بينا. السؤال الثاني عشر يا أبطال، دلل على صحة العبارات. للمصريين القدماء دور في الكشوف الجغرافية. المصريين القدماء هنقول الاثنين. عندنا حيث عندنا مين ومين؟ عندنا الرحالة حار خوف قام ب4 رحلات نحو الجنوب، وهو من أوائل المصريين الذين اكتشفوا أجزاء من إفريقيا. أدي أول واحد. وهنقول مين كمان يا أبطال؟ وهنقول الملك نخاو الثاني. هنذكر الاثنين. أرسل بعثة للدوران حول أفريقيا. والبعثة دي كلكم عارفين بدأت منين؟ هتكتب بدأت من البحر الأحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق. بدأت من البحر الأحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق. أنا عارف الإجابة كبيرة شوية بس هي ده دور المصريين. 2. لعب محمد علي باشا دورا في اكتشاف منابع النيل. عمل ايه يا ابطال؟ هنقول حيث ايه بقى؟ ارسل رحلات لاكتشاف منابع النيل. ايوه، انتهت باكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. دي الإجابة الكاملة. 3. ساهم ابن بطوطة في اكتشاف مناطق عديدة في قارة أفريقيا. سهلة، حيث قام برحلات مهمة في شمال وغرب أفريقيا، واستطاع، احنا بنقول دوره، أن يخترق الصحراء الكبرى من الجنوب، من الشمال الى الجنوب. من الشمال ايه يا ابطال؟ الى الجنوب حتى وصل الى مالي. طب وانا مالي؟ لم يكن البرتغاليين الصدق في الدوران حول افريقيا. حلو السؤال ده قوي.
يعني ايه معنى السؤال؟ يعني البرتغاليين مش اول ناس هم اللي يدوروا حوالين افريقيا. عندك حتى خدته قبل كده اهو، عندك الملك نخاوي الثاني. يعني هنكتب بتاعه الملك نخاوي الثاني دي، هنقول بتاع دور الملك نخاوي الثاني، هو ده اول واحد. يعني الاجابه بتاع السؤال ده حطها لي هنا، هتقول حيث ارسل الملك نخاوي الثاني بعثه للدوران حول افريقيا، بدات من البحر الاحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق. اتفقنا يا ابطال؟ دي اجابه سؤال رقم 4. السؤال الخامس، للاوروبيين دور في اكتشاف قاره افريقيا. هنقول حيث كان للاوروبيين يبقى دور بارز في اكتشاف منابع النيل، وتوالت الكشوف لقارة افريقيا من مين بقى؟ من الانجليز، ايوه، والفرنسيين والهولنديين، ايوه هم دولت. هنقول ده دور الاوروبيين. كان الاوروبيين دور بارز في اكتشاف منابع النيل وتوالت الكشوف لقارة افريقيا من الانجليز والفرنسيين والهولنديين. خش على السؤال 13، يلا بينا. السؤال رقم 13 يا ابطال، ما العلاقة بين المصريين القدماء والكشوف الجغرافية؟ هنقول حيث كان للمصريين القدماء دور مهم في اكتشاف قارة افريقيا، زي مين يا ابطال؟ مثل الرحالة حارخوف والملك نخاو الثاني. عاوز تذكر اعمالهم اذكرهم، ده عمل ايه وده عمل ايه، يا ريت. مش عاوز، كفايه كده الاجابه. 2 سياسه محمد علي وتامين منابع النيل. هنقول حيث ارسل محمد علي رحلات لاكتشاف ايه يا ابطال؟ منابع النيل، وانتهت باكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. تمام يا ابطال. 3 العرب والبرتغاليين في الكشوف الجغرافية لقارة افريقيا. ايه العلاقة بين العرب والبرتغاليين يا ابطال؟ حلو السؤال ده. هنقول حيث استفاد البرتغاليون مما كتبه العرب عن افريقيا للوصول الى الهند عن طريق الدوران حول افريقيا. بعد كده 4 الاستعمار والحالة الاقتصادية في افريقيا يا ابطال. هنقول حيث قامت الدول الاوروبية الاستعمارية بنهب خيرات افريقيا واستغلال ثرواتها. فده ايه يا ابطال؟ مما جعلها تعاني من الفقر رغم ما تملكه من ثروات متعددة. 5 رئاسة الاتحاد الافريقي 2019 والعلاقات المصرية. الاجابة حيث تم انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي مما ادى الى تعميق دور مصر الريادي في افريقيا وتدعيم علاقتها مع دول وشعوب افريقيا. كده خلصنا السؤال بتاع ما العلاقة. خش على السؤال رقم 14، يلا بينا. السؤال رقم 14، اقرأ ثم أجب. كان العرب ملهمين لغيرهم من الرحالة في اكتشاف القارة الأفريقية. في ضوء العبارة السابقة اكتب 2 من إنجازات العرب في اكتشاف قارة أفريقيا. عندنا 2 أساسا، ابن بطوطة والمسعودي. هنقول ابن بطوطة. عمل ابن بطوطة قام برحلات مهمة في شمال وغرب أفريقيا واستطاع أن يخترق الصحراء الكبرى، وصل
اللي هي ابطال وصل الى ايه؟ الى مالي، وصل الى دولة مالي. ده ابن بطوطة. التاني بقى المسعودي دوت من اوائل الرحالة العرب الذين زاروا افريقيا وكتبوا عنها. ادي انجازات العرب. كده يا ابطال خلصنا اسئله الجزء الثاني، رايحين على اسئله القمه، اسئله التميز. جاهزين معايا؟ يلا بينا. رايحين يا ابطال على اسئله مستوى القمه بتاع كتاب الاضواء. تعال نشوف مستواها صعب ولا سهل بالنسبه لنا. احنا قدها. بالاستعانه بالخريطه المقابله اختر الاجابه الصحيحه. اكبر اجزاء اليابس الافريقي بيقع في النص الكره الايه؟ الشرقي يا مستر، الشرقي. صح يا ابطال، برافو. اي من الدول التاليه يتقاطع بها مدار السرطان مع خط جرينتش؟ الدول اللي بيتقاطع فيها الاثنين مع بعض مدار السرطان اهو، مدار السرطان وخط جرينتش. طبعا الجزائر، برافو، الجزائر يا ابطال. طيب السؤال الثالث، اي من الدول التاليه تعد من الدول الحبيسه؟ اي واحده فيهم حبيسه؟ دوله تشاد يا مستر حبيسه اهي. المغرب ساحليه، الصومال ساحليه، ناميبيا ساحليه، اما تشاد في النص اهي. تمام. كملين مع بعض يا ابطال، يلا بينا. 4 تعد دوله نقط من الدول الساحليه. من الدول الساحليه دي كلهم يا ابطال طبعا موريتانيا، ايوه بتطل على المحيط الاطلنطي، دي كلها دول حبيسه يا ابطال. اذا قمت برحله بحريه من مدينه اسكندريه بمصر الى موريتانيا فاي من الممرات التاليه ستعبر؟ طبعا مضيق جبل طارق، ايوه نعدي من مضيق جبل طارق. من الدول العربيه تقع باكملها جنوب مدار السرطان؟ طبعا هنشوف السودان دلوقتي. مصر فوق، تونس فوق، سوريا كده كده مش في افريقيا، يبقى السودان يا مستر، برافو. الدولتين العربيتين اللتين تقعان باكملهما في النص الكره الغربي، يمه الغرب، طبعا المغرب وموريتانيا يا مستر، برافو يا ابطال. اي من العبارات التاليه تعد من انجازات الاوروبيين؟ اي حاجه من دولت؟ طبعا رقم ج يا ابطال، اللي هي اقامه موانئ ومراكز تجاريه. ده دور البرتغاليين، والبرتغاليين تبع اوروبا، اقامه موانئ ومراكز تجاريه على طول طريق راس رجاء الصالح. خش على السؤال الثاني، يلا بينا. السؤال الثاني يا ابطال، حدد مستعينا بخريطه افريقيا المسطحات المائيه والمضايق التي تمر بها اذا قمت برحله من بورسعيد لحد الصومال. همر بايه يا مستر؟ اول حاجه قناه السويس يا مستر، برافو. ثم ايه تاني يا مستر؟ البحر الاحمر. ثم ايه تاني؟ مضيق طبعا باب المندب، تمام، مضيق باب المندب. وفي عندي برضو خليج عدن، برافو، عشان انزل على الصومال على طول، مش هروح للمحيط الهندي ولا حاجه، هي كده تمام، انا كده نزلت على الصومال على طول. بعد كده المسطحات المائيه والمضايق التي تمر بها اذا قمت برحله من نيجيريا متجها جنوبا حتى تصل لجزيره مدغشقر. نيجيريا دي في الغرب. اول حاجه المحيط الاطلنطي، تمام. بعد كده المحيط الهندي، تمام. بعد كده مضيق موزمبيق. مضيق ايه؟ موزمبيق، برافو يا ابطال. مقترحاتك لتعميق العلاقات المصريه بالقاره الافريقيه، هنعمل ايه؟ اول حاجه التعاون بين ابناء القاره، اول اقتراح اهو، نتعاون. 2 التبادل التجاري، يبقى في تبادل تجاري، ماشي. اي اقتراحات تنفع يا ابطال. الحفاظ على امن شبه جزيره سيناء، ايه مقترحاتك؟ 1 نشر الوعي للحفاظ على حدود شبه جزيره سيناء. نشر الوعي، لازم ننشر الوعي عشان نحافظ على ايه؟ على حدود شبه جزيره سيناء. اتفقنا؟ كفايه نشر الوعي يا ابطال وخلاص. اقتراح 1 صح برضو. السؤال الرابع، حدد وجه الشبه بين جهود الملك نخاوي الثاني وجهود البرتغاليين في الكشوف الجغرافيه. وجه الشبه الاثنين الدوران حول افريقيا، الاثنين الدوران حول افريقيا يا مستر، الاثنين داروا حول افريقيا، بس واحد لف من يمه والتاني لف من يمه، بس الاثنين في الاخر الدوران حول افريقيا. وبكده يبقى خلصنا اسئله
الدرس الاول من كتاب الاضواء سنه اولى اعدادي. انا مستني رايكم في التعليقات. اكتب لي في التعليقات ايه اصعب سؤال انت حليته. حاجه تانية ما تنساش تعمل لايك والاشتراك مع ابطال مستر محمد سامي. يلا بينا.